اهلا بيكم على فيديو جديد تاني، وفيديو جديد تاني جديد ومختلف مع كريم حسن من قناه كريم حسن. النهارده هنجرب مع بعض شويه اندومات جديده في السوق كده. جبنا كل حاجه جديده قديمه او مش موجوده كتير يعني، هتشوفوا مع بعض. ده بقى ده اللي مش هعمله لكم غير في اخر حاجه في الحلقه عشان تقعدوا تتفرجوا عليه اكيد يعني. ده اندومي ماجي نكهه البرياني، ده جاي من دبي، لسه جديد، لسه ما نزلش اصلا في الاسواق حتى في دبي يعني، لسه نازل جديد في دبي. تعرفوا ان انا بجيب لكم الجديد من كل حته في حته في كل حته. وده طبعا كوري، اندومي كوري بالميك وكواترو تشيز، ده برضو مش موجود كتير. كنور عامله اندومي جديد. يلا بينا نشوف مع بعض. يلا بينا نخش بقى على اندومي الجمبري. عملنا كيس الجمبري، يلا هنا فدانا نقلب بقى بقيه التوابل اللي موجوده، ريحتها توابل جمبري. فود ريفيو، روح الفود ريفيور اللي جوايا دول اندومي. هو طعم التوابل فيه ضعيف، بس ده عشان احنا قاعد نص التوابل، بس طعمها حلو. ملهاش اي علاقه طبعا بالجمبري، ملهاش اي علاقه بالسفود عموما، بس طعمها حلو. لو انت زهقت من الفراخ واللحمه ممكن تجرب الجمبري عادي. الجمبري اصلا موجود في السوق المصري من زمان يعني، بس انا قلت اجيبه لكم عشان هو مش موجود كتير، فقلت في ناس ما تعرفش ان اصلا في طعم جمبري، قلت اعرفكم. يلا بينا نخش على اللي بعده، ونخش على ايه؟ تعالوا نخش على الشعريه المقليه. يلا نعمله. نخش بقى على الشعريه المقليه. شفت حته الاكشن دي؟ هو جاي معاك كيسين التوابل دول. انا هموت وافهم بقى يعني، ده صويا وزيت، ايه بقى ده؟ ايه الطعم ده؟ انا مش فاهم، عشان انا دايما ما بحبش طعمه، عشان انا بحب الصويا صوص. فتعالوا نشوف الطعم ده ايه. طعمه حاجه متمسكه، عارفين ريحته زي اللي كان في نودلز الكوري، فيديو نودلز الكوري يطلع لك هنا. عارفين الصوص بتاعه؟ نفس الريحه، نفس الريحه بالظبط. شم كده، نفس ريحه الكوري بالظبط. ما عارف، نحط التوابل عليه بقى، وبعدين انا مش عايز احط الحاجات دي يا جدعان. طب ما تعالوا ندوق الاول كده بالتوابل بس، وبعدين نبقى نحط الحاجات دي. هو برضه هيطلع طعمه وحش لان طعم الكوري كان وحش، بس ده يعني عارف انت، ده اندومي كوري بتاع الغلابه يعني. بدل ما تروح تجيب نودلز كوري ب 60 جنيه ولا ب 50 جنيه، هات عادي يا باشا، نفس الريحه، بس اكيد مش نفس الطعم يعني، اكيد مش هيعمل لك نفس الطعم. تعالوا ندوق بقى يلا. طعمه قريب قوي 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 من نودلز الكوري الاكس 1. طعمه قريب قوي ليه، بس من غير شطه بقى. انا مش عايز احط الحاجات دي يا جدعان، صوص مش هحطهم، انت اللي بتحب الصوص حطها. هو انت لو حطيته هيديك طعم قريب للكوري، لكن انا بصراحه ما بحبش الحاجات دي. والزيت ده كمان بيقول لك فيه مواد مسرطنه، مش ناقصه هلك كتير. هو طعمه حلو لو انت بتحب الحاجات اللي هي السويت اند ساور، فاهمني؟ طعم النودلز الكوري والكلام ده هتجيبه، هيعجبك لو انت بتحبه. لو ما بتحبش الحاجات السويت اند ساور فاكس ده، وتعالى اقول لك بعد كده ايه اللي حلو تاني نجيبه. يلا بينا. تعالوا بقى نجرب طعم الكيلوجز نودلز الجديد، الشطه المولعه. انا بحب الطعم ده جدا، فتعالوا يلا نعمله. نخش بقى على كيلوجز نودلز اللي هو شطه مولعه، شطه مولعه. تعالوا بقى نحط التوابل بتاعته. هو جاي معاه هنا، جاي شطه مع التوابل اللي هي المفروض شطه، فانا مش هحط الشطتين يعني، كفايه شطه واحده يا عم، هنموت. خرب ريحه شطه طالعه، شطه يعني. طبعا مش هحط بقى الشطه بتاعته. تعالوا نقلب بقى. ده بقى الناس اللي بتحب الشطه يكيفهم ده. بصوا يا جدعان، لون الميه نفسها، شايفين لون الميه نفسها؟ شايف؟ مولع. هتدوق ده؟ تعالوا ندوق يلا، بسم الله. حراق ليفل 1000، حراق جدا 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 يعني. الاندومي العادي اعتبر انك حاطط مثلا 4 اكياس شطه عليه، طعم الشطه بتاعه حلو، حلو قوي. الشطه اللي هي شطه وخلاص، فيها طعم كده حلو كمان معاه. بس اعمل زي ما انا عملت كده، كتر الميه عشان تخفف لك شويه الايه التابع، عشان ما يبقاش حراق قوي عليك يعني، عشان هو حراق بيلسع جامد. بس طعمه حلو ويستاهل التجربه. يلا بينا على اللي بعده. نخش بقى ونبتدي في كنور. نعمل انهي الاول؟ تعالوا نعمل اللحمه الاول. يلا بينا. نخش بقى على كنور اللحمه. مش هنعمل الخضار عشان الخضار انا جربته قبل كده بصراحه وكان طعمه مش احسن حاجه. شوف التوابل بتاعه شكله مختلف، شكله نضيف كده ابن ناس شويه، بس ما يخدعكش. هنحط التوابل بقى. ده ريحته حلوه قوي، ريحته عامله زي طعم الكباب بتاع شيبسي، ريحته عامله زي نكهه الكباب دي. تعالوا ندوق يلا، بسم الله. طعمه زي نكهه الكباب اللي في كيس الشيبسي بالظبط، ملوش اي علاقه بالاندومي اللحمه والكيلوجز اللحمه والكلام ده. طعمه مختلف. لو انت بتحب بقى اللي هو طعم الكباب ده هيعجبك قوي قوي. ده هو بصراحه عجبني قوي، طعمه احلى بكتير من اللحمه العادي، طعمه مختلف كتجديد، ممكن تجربه. نعمل الخضار ولا بلاش؟ مش عارف، انا حاسس ان الفيديو هيطول، وعايزين نخش بقى على المهم بقى، عايزين نشوف المهم. ففكس الخضار ده. تعالوا نجرب الكوري ده الاول. ده كوري كواترو تشيز. تعالوا نفتحه كده ونشوف ايه اللي جواه. ده كيس الشطه وده كيس الجبنه. انا هنحط الشطه كلها،
احنا مش باينين على الدنيا. هي بتاعت اكس 3 هي. طب ريحتها صويا صوص مخلوط بشطه كده، فتعالوا ايه يا خرابي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. هي نفس ريحه الاندوميات الكوريه كلها. المفروض بقى ان الجبنه بقى ده هيهدي شويه يعني، المفروض لما ندوق طعم الجبنه ده هيهدي جامد يعني. بس انا شامم الريحه شطه موت. انا شامم ريحه الجبنه كده اول. ريحتها جبنه، ريحتها جبنه. ده كتير قوي، حاطين بهارات كتير جبنه صراحه. ريحتها جبنه مش عارف، بس كتير، هو حاطط كتير، حاطين توابل كتير قوي يا جبنه. فهي هتداري بقى بتاع. على فكره انتوا لو مقللين الميه شويه يعني عاملينها ميه ناشفه هيبقى عامل زي تقيل كده زي صوص جبنه عليه. بس انا مكتر الميه عشان تخفف الشطه بصراحه، عشان مش هقدر اكله كده. بس هو هيبقى تقيل، ميه تقلت شويه حلوين بعد ما حطينا عليها البتاع. فانت لو عملته شويه ميه قليلين ناشفين هتلاقيها تقيله، بس عشان الشطه خفف الميه، او ما تحط شطه كتير انت بقى براحتك يعني. الشعريه الكوري، الاندومي الكوري بقى شعريته تخينه شويه كده، طعمها احلى صراحه من الشعريه بتاعتي. يلا ندوق بسم الله. حراق بس مش جامد يعني، زي الاكس 1 بالظبط او اخف كمان سيكه. طب الجبنه حلوه قوي الصراحه فيه، طعمه هو نفسه بقى كشعريه احلى بكتير من الاندومي بتاعنا. الشطه برضو زي الايه، زي الاكس 1 بتبتدي تعلى واحده كده. ناخد شوكه ثانيه كده ندوق. بس مش شايفين انت بتصفيها من الصوص، فبتصفي الشطه تحت، انت ما بتاخدش شطه معاها عشان تظبط الطعم شويه. طعمه حلو جدا، انصحك تجربه او تجرب اي طعم من اطعمه النودلز الكوري عموما، طعمها حلو قوي. وانت مالكش في الشطه ما تحطش كيس شطه عادي، حط البهارات بس وقلل الميه زي ما قلت لك، هيبقى حلو قوي معاك. يلا بينا نخش بقى في الاندومي الاماراتي ونكهه البرياني، وتعالوا نشوف نكهه البرياني دي. يلا بينا نخش بقى على ماجي بالبرياني. شكل الشعريه بتاعت ماجي رفيع قوي، بصوا رفيعه ازاي، رفيعه ولونها ابيض قوي. لونها ابيض دي معناها ان العجينه ما فيهاش بيض، العجينه معموله بميه بس. فتعالوا نفتح بقى التوابل بتاعت البرياني دي. انا حاسس انها تطلع طعمها زي الفراخ عادي يعني، مش هيبقى فيها افتكاسه. لا شكلها مش فراخ، لقد تسرعنا في الحكم. الله، ريحتها برياني قوي، ريحتها برياني يعني. بس بعد ما حطينا التوابل الشعريه بتاعتهم رفيعه قوي، بس الريحه اللي طالعه ريحه برياني ما بتهزرش. تعالى يلا ندوق بقى ونشوف. فين طبق البرياني كده وانت ماسك الرز البرياني كده، الهندي الاصلي، تحس ان البهارات جايه من الهند حالا يعني. تعالى يلا ندوق بسم الله. حوار غريب قوي يعني، انت طعم الرز اللي هو البرياني بس بنودل، فاهم؟ فانت عقلك بيعمل ايرور في الاول اللي هو ايه اللي بيحصل. بس كطعم بصراحه هم ظابطينه. برياني انا قلت هتلاقيه طالع زي الفراخ عادي يعني، مفيش فرق كبير، بس لا طعمه مختلف، طعمه برياني بجد حلو قوي. انت كيس البهارات ده بقى لو حطيته على الرز بسمتي هيطلع لك شويه برياني مظبوط. سيبك بقى انت من النودلز والجار ده، حط انت على شويه برياني شويه رز يطلع لك برياني مظبوط يعني. البهارات بتاعهم حلو قوي بصراحه، بس هو طعمه برياني كما قال الكتاب. طعم الشعريه بتاعته بقى، عارف الاندومي الكوبايات اللي بتتباع عندنا في مصر، عارف اندومي الكوبايات الصغيره ده اللي هو بيتعمل بسرعه ده، هو قريب منه قوي في الطعم، اللي هو الشعريه الرفيعه اللي شكلها نضيف دي. هو طعمه حلو بصراحه قوي يعني. انا مش يعني اقول لك انصحك تجربه، بس انت مش هتعرف تجربه لان هو ليميتد اديشن وفي الامارات مش هنا. فانت لو عندك حد في الامارات خليه يدور لك عليه يجيبه لك وهو جاي. لو ما عندكش يعني خلاص بقى توكل على الله. هات خلطه بهارات برياني من عند عطار هنا نضيف وحطها على نودلز ودوق، هو هيطلع قريب من ده شويه يعني. بس كده ده اللي كان عندنا النهارده. ما تنساش تنزل تخبطنا لايك شير سبسكرايب في القناه على طول، وما تنساش سبسكرايب. يلا سلام.